بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم عنوان الدرس رسولنا صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته. على هذا كثير من الناس يقول أنا أحب شعبي، أحب قومي، أحب عشيرتي وهكذا، ولكن لنرى هل سمعتم ورأيتم شخصا مثل رسولنا صلى الله عليه وسلم يحرص على سلامة أمته، وليس فقط السلامة المادية، السلامة المادية والمعنوية والدينية والأخلاقية حتى في الدنيا وفي الآخرة، لنرى اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته لأمته. برایت عزیز، ایرو درس ما لسر حسکرنا پیغمبر جو امتا ویرا علیه الصلاة والسلام. حسکرن اوزان دلیه که تشتکی باید کیفاویت جه حست که دلیه سرد شوتا خیراویت خوازه. قالك جماعة قالك إنسانا دبي أجنا خو حسكم زاروكي خو حسكم قومي خو حسكم ملتي خو حسكم، ولكن تماشاكن حسكرنا كي وكا حسكرنا پیغمبر جدلو جان هي أنتنا حسكرنا كي وكا حسكرنا وي كو خير وخشي وسلامتي دين دنيا آخرت بو قومي خود خازه. أما تماشا بكن كس كي وكا في ذات هاني هي أو خاصة دلي في قومي هاني رب ملتي ورب أمتا ورا أبي كو إيمان بيانيا بوان دعايات ك نصيحت لواند که خیر خوشی بواند خوازه. امی آن تماشا کن جا تشتیک پیغمبر گوته چقدر تشتیک خوشن دلی بشخاصه به امتایی وای چه نصیحت لواند که نوکینا سروک و رهبری وی زمانی هانه سروک و رهبری وی وقته یا تماشا دنیای کن آخرتش بیرواد کن، یا جی شیخ و صوفی بین آخرت و او دنیایش بیرواد کن، یا جی تماشا فیزیک واند کن او رحی وان، لکن یا تماشا رحت کن بدن وانش بیرواد کن بشكل كي إلهي كيمانية قال لك مازن هنا ليه قام تماشاكن أف پیغمبر هاني عليه الصلاة والسلام أو چه حالي دابو يعني أو دل شوتان دناوي حسكرناوي خير خواستناوي بأمتاوي تشتكي جوايا. طبعا أولا وقبل كل شيء الله عز وجل وصف الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في آية جميلة وقصيرة، يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني أتاكم رسول من قبل الله عز وجل وقلبه معلق بكم، وحينما تقولون لا فهذا صعب عليه. عزيز عليه ما عنتم أي يصعب عليه اعتراضكم وعدم إيمانكم، صعب عليه جدا. وكذلك حريص عليكم يحرص على سلامتكم وعلى نجاتكم، وبالمؤمنين صاحب رحمة وصاحب رأفة. وصف عظيم للرسول، هكذا الله عز وجل يصفه بهذا الشكل. آياتك بيروز قرآن كريم ده هي رب عالم بحث پیغمبرك عليه الصلاة والسلام تشتكي كن لتشتكي برمازن دبي پیغمبرك هاتيه جوارا مجوارا پیغمبرك شانديه من أنفسكم جواب خويا، يعني نجنة نملايكة إنسانك وكوية وقومك ويناس كن كيه لاي كيه بابي كيه دايكا كيه ودناسن. حتى كنت بيج أنفسكم يعني تدي جارنا أم بيجن حيرا لاي آغايا شكل لاي سروكا أو الكنا وأملكنا ونخش هب حساب ناكن إجا خديش دما كنت بيج جوا يعني وشبن أو هاك أو جاميري هاني أو ذاتكم كريا بيخمبر جوارا نقوت ونورن از مغدورة من هرن از بلندم ونزمن از خاندام ومجاهلن از زنگين وفقيرن ويك جوايا وشبن زنگينية وفقيرية وكنا وعقلية وخشية ودعوة ومرية يك جنابا ويا دبي پیغمبرك جوا هاتيه مجوارا شانديه دما كنت بيجن ناج تشتكي بخير راجي قال لك بي عاجز بدل يتشوت خيره وبريات خوازه وقتی که بیاره به مسلمان خود بجن نا به جهنم تکریها دلی شوته محزون دبه خمگین دبه. حتی چند آیات دا خدا عز وجل دبه تمال خو خرک رساخ ببروان نکبه يعني محزون نبه نابن نابن چه بکی جوان انا پیغمبر او خاصا کو محزون دبو وکنا کو حاشا بمره يعني او خاصا جرا گراند هات کو یکید گو انا به مسلمان سر کفر دمر پیغمبر پر برد کت يعني دلی شوتی
إجا خدات بجا پیغمبری که مجوه شاندیه دما کو وند بجنا جرا قال لك گرانت زحمته يعني نخواز كود بجنا ون خيره نخوازن او بروت كبدلي وتشوته وقال لك لسروج اصرار تكها حريص معناه اصرار يقول لك جفر داتي جوي داتي بشاف برو بهافي نزمستان دعايتك دبي بس ما ورمه بمسلمان يعني حرص معناه ابا حرص تشتكي كنت جي حستكي تناخوازيش داس خبردي تهر بيدغري تبيدغري وعكس حرصيت شيء دبي دام هذا خدي بلا تبداش تفلت يعني ابي بقرب باب جبير بابك يا دبي حريص عليكم داوود بي بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمسلمان اجي باهل ايمان اجي دلي قالك تانك يعني دلي قالك بوان فاي يعني بانسان رب شكلك يشكون دلي پیغمبر شوته وقتك ايجاد بن مسلمان دجاره دلي تشوته ده زيد دلي بسروان فاي ده دبي ايجا برهرن جنتي وهرن جي بلنجي يعني او قصا خير وانت خوازه طبعا واذا نظرنا الى حال الرسول صلى الله عليه وسلم مع امته لننظر من ناحية السلامة والحفاظ عليهم وبعدهم عن الظلم حينما تعرض الصحابة في مكة للظلم وجههم إلى حبشة وقال هناك ملك عادل لو تذهبوا إلى هناك قد تنجوا من ظلمه كان يحرص على سلامتهم ووجههم إلى مكان قد يعيش فيه بالسلام وبالأمان وجههم إلى الحبشة وأن هناك ملك عادل فوجه الصحابة حتى ينجوا بأنفسهم من ظلم مشركي مكة هذا رأفته ومحبته وحرصه على سلامتهم البدنية وكذلك الإيمانية حتى ينجوا بدينهم وببدنهم وجههم صلى الله عليه وسلم إلى حبشة لأنه قال هناك ملك عادل لا يقبل أن يظلم عنده أحد فوجه الصحابة إلى هناك حتى يعيشوا بالخير وبالسلام مسألة كي سلامتيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام حسكرنا وي بالصحابي راد خاص سلامت من بدن وان دمكم الصحابة ظلم الوان هات كر المكي مشرك الوان خص ظلم الوان كر حقارات كر پیغمبر تخص صحابي ظلم الوان يكر سلامتي دا بجين جوانا قو والله هو دولتك هي دبن دولة حبش يعني تاريخ الدنيا وهاي مع الاسف جانا انسان جبري خد ربات جميع كيدي يعني جانا قومي خد ربي نورماله ابيا جبري ده ابعدت يعني الدنيا ده هبيه پیغمبر بجا دبي الحبش عرض حبش افريقيا يعني انا كجراد مكات شاد واثيوبيا لوان درا دبي هرن وان درا ملكك سلطانك هي بعدالته كسك الجميع ظلم لنايكرن هرن لوي بروانا ايدي ظلم لوناكن صحابه المكي ظلم الوان هات كرن اهانه وان كرن هناك كشتن پیغمبر گوش فرا بفلتن هرن يعني نقول الفرا بسنن بهفرا ورن كشتني بيت شيء هناك بونانا هرن براتشكي نيسري و بربدنه وسلامت به حياته وسلامت به بريوم كداشان بالي حبشه داشان گو هرن لوي جوي ظلمانه فلتن ابي يكج علامتكو پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام دلي امته ايبا بو ندخص ظلم الوان ورا كرني سلامتيه وان تخص يعني ايرو تماشات كي قال لك سروك و رهبر هنه دبیش بونی مصلحت و فایده خو کی چبر برانی به ملت ورا کشتن حالا چه معنی به ملت ورا کشتن تجبونی دی ملت خدمت کیتی دینیوی قربان نیوی بکینا نک برا سلامت برانی نکشتن و ام تماشات کن گلک جارا جبون سلامتی صحابی خو پیغمبر این کی کیمانی قبول کرد کیمانی کو ظاهرا کیمانی نه لجبر خاطر سلامتی خواست خیرت خواست دگو شر و کشتن و نخوازم نیت ای پریا پاک بو خودش در خیره بد کرد صحابت سلامتی داد جی صلح حدیبیه یک جوان ابو یعنی و پیغمبر دگو کی ورا چیز مرا بجا گوتن صلح از قبول کن کیمانی بجز قبول کن بس برای انسان این کشتن برای سلامتی به ابیا یک جهاز کردن پیغمبر علیه الصلاه و السلام کو دخواست امتاوی سلامت به امر آخر كذلك حول اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته وكيف كان يتمنى ويحب أن يخفف الله عنهم ولا يثقل كواهلهم بالمسؤوليات الدينية فحينما نرى بأن رسول صلى الله عليه وسلم كما يقول أو تقول السيدة عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم هناك أمور الرسول كان يحب أن يعمل
ولكن يقول لو أعمل وأستمر عليه وبعد ذلك الصحابة يقوموا بفعل هذا سيفرض عليهم، وإذا فرض عليهم يصعب عليهم أن يقوموا به، لذلك كان يترك العمل حتى لا يفرض عليهم، كان يخاف من مستقبل الأمة وأنه يكون صعب عليهم أن يقوموا بهذه الواجبات، كما أنه نرى ترك صلاة التراويح كثيرا في المسجد حتى لا يفرض عليهم، لو فرض عليهم لأصبح مثل صلاة الفرض وعلينا أن نقوم به، وكان صعبا على الناس أن يقوموا به، فلذلك كان يحب العمل ولكن خوفا من أمته ورحمة بهم يترك العمل حتى لا يفرض عليهم ويكون سهلا على الأمة أن يقوم بهذا العمل. مثلا تشتكي دني حسكرنا بيخنبر سر أمتاوي كدلي يشخب أمتاوي واتشوته، هناك تشتا صحابة بين حضرت عائشة خانمة بيخنبر عليه الصلاة والسلام دبي جارنا بيخنبر هناك تشتا دخست بك فقط دقوك از بك أمتام سر فرض ببه، كل سر أمتام فرض بو والله أمتام قناة نكاره بك براباري وانقران نبي أجناكم دلي ويتخست بك عبادات حست كر خيرات خست بك روجيت خست بكره شاب لمجد خست بك تشتات خست فقط دقو از بك بسلمان جي بكم بكن ايرو صبح هفته كده هفته ساله كي سروان فرض بو ايوي امتي نكاره راكه باري جراند به نتكر منش قضاته كي مازنه جبون سلامتي امته خو هنكي خيراج دست خداري دقو او جننه براباري وان جراند نبه مثلا لمجا تراویح شب کی دشب ها جامعه لمش کرد سوا سه جامعه فول بود وقت آیدا فول نچو صحابه مان او شب پیغمبر نات خال مش کردن چون مال خور و دیات گوزانه چ ماناتم گونا گو از با تمام سروا فرض ببیدی فرض به اون کارش بنی رابن از نایبه برال سروا فرض نبه یعنی پیغمبر ما علیه الصلاه و السلام مثلا کاربو هر روزی بگیره لو را خودت گو رب من متردکه اما از هر روزی بگیرم لیوام سلمانش بجنم میوکا پیغمبر بکن اینی کار هر روزی بگیرن باره وانگراند به روزی ندگت وی حقی آنه دگو شمو پیشم بسته یعنی یا جد هفت دمهیت سه روز از بگیرم برا باره وی امت آنه وان انسان سفک نبه یعنی انسان مازن ابن ها انسان مازن حساب او فقیر و ضعیف که كلمة عربية من قبل كي حديث الضعيف سيد القافلة معناها أنا يا سيد القوم يعني أبي ضعيف أبي بقوة أو باترون أو شفا يعني تلقوراوي هاريوري ميرك ضعيفة أم بيجم بيسحب إنسان أنا أم بمش نارنجيكي يك جمان أخوش نكارزو بمشى كو أم عجلة بكن أوجي باز للدوما قلبي بس أنا بمرة فقير نكار بمشى أم قربكوي هدي هرن أم جراد من حالة الشفا مي جبر خاطرك باري تكرانه بتقني أم هدي هرن براز أحمد تراني لما تقول هيدي بكشة نكاري وري فقير الشر بك عجلة بك قلبي ليخ حتى قلبي ساكنة دمرة يعني في وقت پیغمبر منا ضعيف مازن قافلنا الحساب مازنا بك يعني دفر داج مثلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام في تشتيانه إنك تشتانات كر فرياج أمته خو خيرا وانتخص برباري وكران نبأ أز في تشتيانه ناكم كذلك خوفوا على أمته صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الأمة ويقول هذا الأمر يضركم وهذا فيه خطر عليكم ومن هذه الأمور يخاف على أمته من اقتراب الذنوب والمعاصي يقول خلي بالكم ابتعدوا عن الذنوب ابتعدوا عن المعاصي إذا اقتربتم من الذنوب والمعاصي تهلكوا تذهبوا إلى الضلال فحافظوا على إيمانكم وابتعدوا عن الذنوب وعن خصوصا الذنوب الصغيرة له حديث سنقرأه بعد قليل باللغة العربية إن شاء الله ويفهم يجساج حسكنا بيخنبر سر أمته عليه الصلاة والسلام دقو قال لي أمتي تشتانك جناها نكنا من إيمانه وهرماله وخرات به خصوصا جنيه بتشوك دقو آجه دار من جنيه بتشوك نكن جنيه مازن شلون عيبة تبكي حرامة تبكي جنيه بتشوك دري جنيه مازن اشترابتكن بتشوكك داوية مازن دبه بفي شكل دلي وان شوتي جوانا دقو آجه داري خوبن وان جنيه بتشوك نكن جنيه بتشوك ترى سبكتي تكر داوية تياري جنيه كي مازن بكي پشتی گناه کی ماستری دیبکی حتی داوی ایمانش دست مرباط چه حدیث قوی از عربی بخواین و کردی جوارا ترجمه بکم دبی پیغمبر ایاکم و محقرات او محقرات الذنوب دبی آگهداری خوب محقرات يعني الذنب الذي تراه صغيرا يعني اوان کی گناه مرش خود بچوک قیمت های چه بچوک گناه کی يعني دبی آگهداری وانا بن دقت بکن
نبي جناكي بتشوكها بيان نبيجن. فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم. دبي مثال وكا چه گونه بچو وكا ونچون چولکی وگو ده همه هر اکی هرن دارکه کی بینن پی آگر بکن هر اکی چو دارکه کی یعنی دارک بزانه چه نه هم بیشن خشک دارک یعنی دار چوبک بتر کید هر اکی حب کش مرابینه هر اکی چو یکی آنی وی نتشتکه لگا وقت صد حب هر اکی او قصابینن دبه چقا زیده دبی هر اکی چو حبکی آنی و زیده کر و پی خوارنا خوشی چه کر نانه وشی چه بو گوشت وشی پشیا حساب کن اوای ها گناه کی تکفن سر ها گناه زیده دبن به وی شکل هانه دبی وان گناه ها گابا کو زیده بون مال وخرات کن چخا نصیحت کا خوش لامت اخ کریه دبی عقل اختیخن سری خو نه بجن اما از وی سنت نکم تشکینابه از وی کاغده بلایزم تشکینابه از وی نقطه آنه وی که نا وانا تفته زیده دبن باری تا گراند به تنکارش بنی رابی یعنی دبی و این محقرات الذنوب متى يأخذ بها صاحبها تهلكه افان گناه کون بجن بچو که وقتی که کمبون بقرکا و گرتن و جنافلتن ایدی حساب که ظلام اکی پر ظلام که وقت صد حب زاروکی بچو گرم دستی گرن صد حب زاروک تنکاری بزاروک ولو بچوک منشی صد حبن هم هر یکی بتلیکا تا بگرجی مالا تخرابو یعنی اوان گناه دما کو کوم بون و هاتن سرمله مرو نکاره تشکیب که جبروی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام دبی آگهدار خوبن گناه بچوک شعب خدا بچوک ندین گناه بچوک شعب خدا مازن بدینن وان گناه بچوک مازن دبن شعب ودا بلا ابن بلا سری و یعنی حساب که تقول لك بچوک دوار دا چیکر قل و یکی هات قل لك هادی چیکر یکی هات قل لك هادی دوار دا چیکر کن یعنی قل کن وکن دواره تتاب خراب وشو يجي او ونفيجن بلوك ان فيجن وكا كالبيتشا توله هنا توله هنا هريك حبكي راكه هريك حبكي راكه تشكينا ما يريد ميدان ده تشتكيد ميدان ده نما وكذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على امته ويبين لهم من بامكانه ان يضر الامه ويقول اخوف ما اخاف عليكم الائمه المضلون الأئمة المقصود به الذين يلعبون بدينهم والذين يوجهونهم ويديرونهم بالظلم أي القادة السياسيين والقادة الدينيين هؤلاء الرسول يقول أنا أخاف عليكم من هؤلاء بعضهم يضر بدينكم وبعضكم يضركم بدنياكم أنا أخاف عليكم كثيرا وهذا نوع من الدعاء كأن الرسول يدعو لنا بأن لا نبتلى بمن يخضعنا بالدين أو بمن يظلمنا في إدارتنا تیساجی پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام تماشت کی دبی الجكيت ترسم بكظلم الوابكن رهبر ظالم رهبر كمالا وخرات كن رهبر قصة پیغمبر بي رهبر داجي رهبر دين رهبر دنياي هن كي بناوي دين حيل الانسانات كن مالا وخرات كن هن كي بناوي دنياي بسياسته ورداوي دا ظلمت كن بريوان كن حقارات كن مالا وخرات كن دبي اسبرت ترسم وانا بلا مصيبات بين سري يعني او قاساكو دل پیغمبر عليه الصلاه والسلام بامته ايوات شوتي و خيرج وانا تخواست و هر دم امته خوراتكو براباره و گران نه و براباره و سبك بازو تشتكو نكارج بين راب الندن سر مليخو يعني كذلك نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة أن يتحملوا ما لا يستطيع أن يقوموا بحمله خففوا على أنفسكم لا داعي أن تثقلوا كواهلكم لذلك نرى الذي يقول أنا سأصلي كل ليلة يقول لا تفعل هكذا الذي يقول سأصوم كل يوم يقول لا تفعل هكذا الذي يقول سأترك النساء يقول لا تفعل هكذا لا تخففوا على أنفسكم هكذا ينصحهم مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام روکی سیحب صحابتین جنید پیغمبر سوال کند بی عبادتی بچه جنیرن پیغمبر عبادت باشه او دبی او پیغمبر او عبادت کلی گناهکاری و کم میچ بکن یک دبی از هیدی هر شب روزی بگرم عفوا هر شب لمیش بکم او یک دبی از هیدی هر رو روزی بگرم هر رو روزی هر شب لمیش ایدی دبی خلاص ایدی علاقه منو جناش هفتنه از وكاب كردي تقول خب خسين هذا بم خلاص يدي ميرانيش مرانه لازمه پیغمبر خبر چه گویی وان کوم تکد به اف چه وند کن ابننه از زوجان دي مجنه مجي هنا اتخوت كابم خورات بم اروجي دقرم دفترم جي وشت كن
افيانا سنة من دبي ريامن سفكاية از كابم خو لمجد كم روجي دقرم روجي ناقرم جي سنة يعني جني مجي انا كيف اخش تكم امان اگه داري خبن باري خو گران نكن اجا ربي عالمي افي خنبري شيرين كريا مازنمه لهم قيمتها ونزانن. وكذلك أمر آخر الرسول صلى الله عليه وسلم نرى حرصه على مستقبل أمتي في الآخرة. هناك حديث أنا أقرأه لكم باللغة العربية عن عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا أو قرأ قول الله عز وجل في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. كأن إبراهيم عليه السلام يطلب من الله أن يرحم الذي اقتدوا به. وعيسى عليه السلام هكذا يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه أي رفع الرسول يديه هكذا إلى السماء قال اللهم أمتي أمتي مستقبل اللهم ارحم أمتي. بكى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم ماذا يقول فسأله ما يبكيك. أتى جبريل وقال يا محمد ربك يقول لماذا تبكي؟ فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل أي كان الرسول يخاف على أمته وأن يعذبوا في الآخرة. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أي سنرحم أمتك ويوم القيامة ستفرح بأمتك إن شاء الله ولن تحزن. انظر إلى عظمة هذا الرسول يخاف على أمتي ويبكي على مستقبلهم في الآخرة ويرجو الله عز وجل أن يرحمهم والله عز وجل يبشره بأنه سيرضيه في أمته ولا يسوه إن شاء الله. پیغمبر عليه الصلاة والسلام آياتك يتخوينا در حق حضرت إبراهيم ده حضرت إبراهيم بي رب من والله وانا هيكل وصنم وانهنا وانا مال خلقي خراب كرن اجت كي عذاب بدي تزاني او ترحمل كي بكيش يا ربي هما تدهاش ترزاني لأبي كل دوم هاتي وأمتها من حضرت إبراهيم وهاد بيجا. حضرت عيسى جيد بي يا ربي اوان عبادك بأمرياتك كنت عذاب بدي وان خداي واني ولا تزاني ولا ترحمل وان جي كير تدهاش ترزاني يعني دفتر حوالي خدتك يعني دبي پیغمبر كفيات خوينا دست خو بلند كود بي يا ربي امتا من يا ربي دلي وتشوته امتا من او دغري ما خمم ام گونه كنت كنا هاي مجمعت نم سرگونه خو ناگرين ذاتك يوكا پیغمبر جبونه ما دغري سرگونه مجمونه ما دغري يعني مزناتي او كنو ام رورش نتظلام دروات كن خرابيت كن او فديت كن دلي وتشوته او دغري يا ربي امتا من دبي جا ربي عالمي جبرائيل عليه السلام شنو دبي هرب بيجا محمد شما دقري تي دبي والله امته اخو يعني شما بقري امته اخو دقري يعني مالا وان خراد دبي هرنج عنمي بشوتنو تربي من يشبكم يعني اشتاد خوازم دبي هرجرا بيجا از روى قيامت الدلي ترحت بك از تشر مزارنك تي كيف خوش بيتي سر بلن بي حتى ما شك چه قضاتك مازن ام المجنا كن او برمت كبه حديثك كويه دبي حفته داد جرا دفتر و تن از دفتر و دينم دفتر و حتى كن حضور اخده گرگ تشتكي خير بدين الحمد لله وتشتكي بخير كرنا كيماني هبنت يا ربي توان عفوك تشتكي نورمالها ام شرمزارن او فديتك ام جناتكن او برمتك ام دزيتكن او فديتك ام ظلمتكن او دبي يا ربي توان عفوك ذاتك وكبي پیغمبر الدنيا ده مرف نادينه يعني او قصا ام خراب او باش ام وظيفه اقل هم بر خدي لكن او دغري يا ربي وان انسان اني جوابن اجا رب عالم ان شاء الله سوز خدای پیغمبر خو ان شاء الله پیغمبر ما رجع قیامت به مسر بلند به ان شاء الله يا ربي تمنكي وسيله شرمزاريه پیغمبر خو پیغمبر مجبون ما فديكار وشرمزار نبي ان شاء الله. نرجو الله عز وجل أن لا يجعلنا وسيلة لحزن رسول يوم القيامة أن يجعلنا وسيلة فرح وسرور له إن شاء الله يفرح بنا ويرضى بما يعمله معنا الله عز وجل. إلى أن نلتقي في الجمعة القادمة ابقوا في حفظ الله ورعايته حتى حفتها أمانة خدابا إجا آمية تركي مايا هذه كان دقيقة بزمان